تعالى اقول لك ليه الاتش ار في الانترفيو مش بيقول لك اذا كنت اتقبلت ولا لا. اول حاجه وابسط حاجه ان مش انت الوحيد اللي متقدم للوظيفه دي، يعني هو لسه هيشوف بعد منك ناس كتيره، فمش هيقول لك، هيستنى لحد ما يشوف كل الكانديديتس او كل المرشحين للوظيفه دي وبعدين يبقى يشوف هيقول لك ولا لا. تاني حاجه ممكن يكون بياخد نوتس والتقييم النهائي هيكون بعد ما حضرتك تمشي. بعد ما انت ما تمشي ابتدي بقى ارتب دماغي وابتدي اشوف الكلام اللي اتقال وابتدي احط له درجات، اشوف النتيجه. ثالث حاجه الاتش ار مش الوحيد المسؤول على عمليه التعيين، في اطراف تانية بتدخل معاه في فكره التعيين. يعني ممكن يكون الجزء الفني فيه لازم ليه راي، لازم يقول والله الشخص ده تكنيكال هو كويس ولا لا. فممكن اكون انا كاتش ار بعمل لك انترفيو مبدئي ولسه في انترفيو تكنيكال، او انت عملت انترفيو تكنيكال وانا بعمل لك انترفيو مثلا اداري ولسه ما جمعناش ده على ده. رابع حاجه لو الانترفيو فيه اكتر من شخص وارد جدا ان طريقه اتخاذ القرار نفسها بتتم بعد ما حضرتك ما بتمشي. يعني لازم احنا 3 في لجنه، بعد ما انت ما بتمشي نبتدي نتناقش، كل حد بيبتدي يقول رايه، وطرق القرار كتيره ومختلفه. يعني ممكن اوقات القرار لازم يكون بالاجماع، اوقات القرار بيبقى بالاغلبيه. مش هنقول لك انت نجحت ولا لا الا لما نتناقش مع بعض، وبعد ما نتناقش نبقى نشوف. اوقات بيبقى في موافقات معينه لازم تتاخد قبل ما ابلغك بالنتيجه بتاعتك. يعني مثلا الادارات الماليه لازم ان انا اخد موافقتها على سالري، لو انت تفاوضت مثلا على مرتب معين فانا لازم برجع للناس دي هل متاح ان احنا نديله المرتب ده، او في اقسام تانية لازم يتاخد رايها. فاوقات بيبقى في هوم ورك مطلوب من الاتش ار لازم يعمله قبل ما يرد عليه. فدايما اتعامل مع الانترفيو ان انت عملت اللي عليك، ما تستناش بقى ان هو لازم تقول لي دلوقتي انا نجحت ولا ما نجحتش. ما ينفعش خالص ان هو يقول لك اذا كنت نجحت ولا لا.